السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده مع بعض هنعمل وصفة معجنات بسيطة جدا وسهلة. تنفع في اوقات الحر دي، تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع في اوقات الامتحانات، تنفع معاكم للمصايف. استخداماتها كتيرة جدا، مكوناتها بسيطة وسهلة، وليها بدائل كتير ان كانت في الحشوة او في العجينة. والنتيجة بتاعتها اللهم بارك زي ما انتم شايفين، فطاير قطنية وهشة جدا، فاضية ومورقة، من غير عجن ولا مجهود خالص. شايفين النتيجة؟ طرية جدا جدا. تقدري تحفظيها في قلب الفريزر، وقت ما تعوزيها تطلعيها على طول هتبقى جاهزة للاستخدام. مش هتحشيها لان هي محشية وليها حشوات كتيرة، وده هنقوله معانا في الفيديو. ان شاء الله الوصفة بتاعتنا تكون بسيطة وسهلة وتنال رضاكم. بس يا ريت بقى ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا بقى بينا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونشوف احنا عملنا المعجنات بتاعتنا دي ازاي ونتيجتها طلعت ازاي. انا هوريكم، هفتحها واوريكم بس شكلها من جوه، وان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. شايفين شكل المعجنات؟ خفيفة جدا، فاضية، مفرغة، طرية بمعنى طرية. بصوا، معجنات طرية جدا جدا جدا. تقدري تحفظيها في الفريزر زي ما قلنا، وقت ما تعوزيها تستخدميها على طول. تعالوا بقى بينا نبدأ الفيديو ونشوف المكونات بتاعتنا عملناها بإيه. مكوناتها بسيطة وسهلة جدا ومتاحة في كل بيت. أنا هنا معايا بولة، هبتدي الأول بالمكونات السائلة كلها مع بعض. أنا هنا معايا كوباية مية، مش هستخدم حليب خالص، وهقول لكم البديل بتاعه إيه. انا هنا معايا كوبايه ميه، معايا معلقتين اتنين سكر، معايا معلقه ونص خميره كبيره. ممكن تستخدمي قطعه خميره بيره قد عين الجمل كده. هبتدي ادمج المكونات كلها مع بعض. لو انت مش متاكده ان الخميره بتاعتك كويسه، ممكن تعملي لها تيست في المرحله دي، بس انا عشان عارفه ان الخميره بتاعتي كويسه هشتغل على طول تمام كده. ممكن تستغني عن اللبن، عن الميه، وتستخدمي لبن. انا بقول لكم على البدايل واحنا شغالين. دول بيضتين، خدت البياض بتاع البيضتين وصفاره واحده بس، وشلت الصفار في بوله تانية عشان هندهن بيه الوش. هقلب بقى المكونات كده كويس مع بعض. زي ما اهم حاجه تدمجوا المكونات كويس بالطريقه دي. وهبتدي انزل بالمكونات الباقيه معايا. انا هنا معايا نص كوبايه زيت. انا كل المعايير بتاعتي بعايرها بالكوب بتاع المج العادي اللي موجود في اي بيت. نص كوبايه زيت، ممكن تستخدميها يا زيت او سمنه او زبده اللي يعجبك. دول معلقتين كبار جبنه كريمي. دي مش جبنه كريمي، دي جبنه قريش، وانا بحولها لجبنه كريمي. ان شاء الله هبقى اعمل معاكم فيديو بيها تمام. ما عندكيش ممكن تستخدمي علبه زبادي، ما عندكيش ممكن تستخدمي لبن رايب، ما عندكيش ممكن معلقتين اتنين لبن بودره، ممكن كوبايه حليب. اي حاجه عندك ممكن تشتغلي بيها. ما عندكيش قطعه جبنه قريش وتحطيها في الخلاط مع شويه لبن وهتديكي النتيجه دي تمام كده. انا خدت بالظبط 3 معالق كبار مليانين، وهبتدي اقلب. بس بجد بتفرق معاكي في النتيجه قوي قوي قوي، بتغير ملمس العجينه، وتخلي العجينه معاكي قطنيه وتقعد معاكي باليوم والاتنين والتلاته من غير ما تبرول ولا تتفتت منك. هتشوفيها دلوقتي وبتجي النتيجه اللهم بارك تحفه. قلب المكونات كويس جدا مع بعض بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. انا كده بقول لكم البدايل كلها اللي متاح لك استخدميه. دمجت المكونات كلها زي ما انتوا شايفين كده. هركن بقى المكونات دي على جنب وابتدي اخد الدقيق. انا معايا هنا دول 600 جرام دقيق بالظبط او 650. حطيت عليهم معلقه بيكنج باودر صغيره تمام. وهبتدي انزل بالمقادير بتاعتي كلها اللي ضربتها في البوله التانية، كلها المكونات السائله مع بعض. وهبتدي ادمج المكونات واقلب العجينه بحالها مع بعضها. طبعا هي هتعوز مننا ميه. هي خدت مني بالظبط بعد المكونات دي مج من بتاع الشاي اللي انا كنت بعاير بيه دلوقتي. خدت مج الا ربع. هنا بقى هستغنى عن المعلقه وابتدي بقى اشتغل بايدي، لان كده خلاص مش هينفع ان انا اعجن باكتر من كده. هبتدي بقى اعجن العجينه كويس جدا، وكل ما الاقي العجينه عايزه ميه ابتدي اضيف لها. وزي ما قلت لكم ممكن تبدلي الميه بلبن. هنا كانت العجينه بتاعتي ابتدت تلم زي ما بقول لكم كده. انا بقول لكم كل ما تلاقي العجينه ملزقه في ايدك اغسلي ايدك وارجعي اعجنيها تاني. شايفين؟ ادي مرحله العجين زي ما انتوا شايفينها كده. اعجنيها كويس جدا. اهم حاجه في المعجنات ان انت تعجنيها كويس عشان تديكي نتيجه كويسه. هنا انا بتنيني اعجن فيها تقريبا ما يقارب من 10 دقايق، لحد ما البوله اللي في ايدك تنضف والعجين بتاعك تحسي ان هو خلاص بقى بيمط معاكي وعامل زي الاستيك كده. كده خلاص تعرفي ان العجينه بتاعتك كويسه كده. العجينه تبتدي معاكي تنعم. انا لسه هعجن فيها كمان شويه، هي لسه ما نعمتش قوي. هعجنها كمان شويه.
انا بقول لكم ان انا كل شويه بغسل ايدي وبرجع لها تاني. شايفين كده؟ ادي العجينه بتاعتي خلاص، اللهم بارك، نعمت جدا. مش هدهنها زيت، هي فيها زيتها، مش هدهن زيت ولا هعمل فيها اي حاجه. عجينه طريه ما بتلزقش، بس في نفس الوقت طريه. هبتدي بقى اعمل ايه؟ هغطي بقى العجينه واسيبها تغمر. لو في الصيف هتاخد لها من نص ساعه لساعه الا ربع، لو في الشتاء بتاخد لها ساعه، ساعه ونص. انا هغطيها وهنشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. سيبيها بقى تريح وبعد كده هنشوفها. هي خدت مني بالظبط نص ساعه. هنا كان عدى نص ساعة. شايفين العجينة؟ اللهم بارك، خمرت جدا جدا. ما تكتروش عليها في الخمر، يعني ادوها وقتها المعتاد. ما تكتروش في الخمر قوي علشان خاطر العجين بتاعتكم، المعجنات بتاعتكم ما تفتحش منكم في الفرن. تمام. ابتدي بقى الم العجينة بتاعتي زي ما انتم شايفين، واضيع الخمر بتاعها تاني. وابتدي اجيب بقى صينية، مفرش، اي حاجة، ابتدي اقطع عليها. انا بقطع الكوره قد حجم البيضه كده. حابه تعمليها اكبر من كده، دي حاجه راجعه لك، بس هي بصراحه كان حجمها مناسب جدا. لا تزودي ولا تقللي. قد البيضه، لا كبيره قوي ولا صغيره قوي. قطعتهم كلهم وغطيتهم بكيس بلاستيك. خدت اول واحده انا عملتها وهبتدي افردها. مش عايزاها لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. ممكن تفرديها بايدك، هي مش محتاجه بصراحه نشابه، بس انا حبيت اوريكم الطريقه كلها. هنا خدت الجبنه اللي معايا. دي حشوه جبنه عاديه جدا زي ما انتم شايفين كده. انا حشيتها جبنه، معلش هو المقطع اتقطع، دي جبنه فيتا. حط عليها فلفل وزيتون وحشيتها بيها، كان فيها مقطع بس اتقطع. شايفين كده؟ وهبتدي اضغط عليها كويس زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. احشي اي حاجه، ممكن تحشي لحمه مفرومه، ممكن تحشي بسطرمه، ممكن تحشي لانشون، اي حاجه متاحه لك. ممكن تحشي فاهيتا، اللي موجود اشتغلي بيه. انا حشيتها جبنه بيضه عاديه جدا. وهبتدي اتك عليها كده وبشوكه. انا بس ببل ايدي ميه من على الطروف وادهنها، وابتدي بشوكه اجلسها مع بعض زي ما انتم شايفين كده. نتيجتها هتطلع اللهم بارك معاكي من اول مره جميله، حتى لو انت مبتدئه في العجن. وادي كده بعد ما خلصتها حطيتها في صاج، ما دهنتش الصاج اي حاجه خالص. الصفار اللي كان باقي معايا بتاع البيضه التانية. حطيت عليه معلقتين اتنين حليب ومعلقه خل، وحطيت عليها معلقه قهوه سريعه الذوبان، وقلبتهم كويس في بعض. وابتديت ادهن بيهم الوش. لو ما عندكيش ممكن تستخدمي حليب بس لو مش بتحبي البيض. لو مش متاح ممكن تستخدمي ميه وبشويه زيت، هتديكي برضو نتيجه حلوه. ابتديت احط عليها حبه البركه على الاطراف كده. لو انت حابه تستغني عن حبه البركه ممكن تحطي سمسم تزيين، والاختيار كل دي حاجات اختياريه راجعه لك انت. انا هنا كنت بس بعد ما دهنتها ابتديت ازينها حاجه بسيطه كده. حبه البركه كلها فوائد ومغذيه جدا. ممكن تستخدمي سمسم برضو، ده ممكن ما تحطيش حاجه خالص، دي حاجه راجعه لك. زي ما انتم شايفين اللهم بارك. انا مش هخمرها تاني ولا ريحتها خالص، يعني هي دي انا قطعت واشتغلت على طول. انا معايا هنا زيتون، زيتون اسود اخضر اللي يعجب لك، ده مجرد شكل بس مش هيفرق خالص في الطعم. هبتدي احطه كده على وشها. كل جزء احط له جزء كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هكمل بقى بقيه الصاج في الوقت ده. انا مشغله الفرن وهرجع اقول لكم تاني. دي ما خمرتش تاني، يعني هي خمرت مره واحده بس. شايفين كده؟ اللهم بارك، نتيجتها جميله جدا وسهله جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها. ويا ريت بقى اللي وصل معانا لحد هنا في الفيديو ما ينساش يحط لنا لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا هنا كنت خلاص قربت اخلص. هقطع برضو الزيتون زي ما قلت لكم، طلعت معايا كميه كبيره جدا. انا هنا كده كنت خلصت. معايا بقى ورق بقدونس برضو، ده للشكل الجمالي مش اكتر من كده. مع كل واحده كده بحط لها ورقه. حابه تستغني عنه عادي جدا، ملوش اي علاقه بالوصفه. ده مجرد شكل بس، هو بصراحه بيديها شكل حلو جدا. انا هنا كنت خلصتها خلاص زي ما انتم شايفين الشكل اللهم بارك. شكل وطعم والله يا جماعه من احسن المعجنات واسهلها اللي ممكن تعمليها. تعالوا بقى اما ندخل على التسويه. انا بشتغل في فرن غاز عادي جدا. لو انت حابه تشتغلي مع فرن على فرن البوتاجاز هتشتغلي فيه على 220 اقصى نار عاليه عندك. هتولعيه من قبلها ب10 دقايق وتدخليه على الرف اللي في الوسط. اما يستوي تشغلي عليه الشوايه تديله الوش بتاعك عادي. وبعد كده تطلعيها تغطيها على طول. تمام. انا عشان شغاله في الفرن شايفين انا بحب بصراحه سواء موطيه الجنبين الاتنين وموطيه تحت خالص، بس كنت برضو مسخناها قبلها ب10 دقايق.
زي ما انتوا شايفين النتيجة كده، انا بوريكم المراحل بتاعة التسوية، شكل ولون وطعم، والله يا جماعة اللهم بارك. ادي شكل الفطاير بتاعتنا في نص مرحلة التسوية. هطلعها ونشوف شكلها النهائي واوريكم شكلها. هنا كانت خلاص بعد ما طلعت، اول ما بتطلعيها من الفرن بتغطيها على طول وتسيبيها تهدى معاكي وتديكي النتيجة الاخرانية دي. يا رب الوصفة بتاعتي تكون سهلة وبسيطة ليكم وتكون عجبتكم، وان شاء الله باذن الله تجربوها وتطلع معاكم ناجحة من اول مرة. فطاير سهلة وهشة ومكوناتها بسيطة جدا وبدايلها كتيرة جدا، وزي ما قلت لكم تقدروا تحشوها جميع انواع الحشوات، وممكن تسيبوها سادة خالص طعمها برضو جميل جدا. اتمنى بقى ان وصفة النهارده تكون سهلة وبسيطة ليكم، واشوفكم تاني في فيديو تاني